انا حرفيا ضيعت ساعتين من عمري في الفرجه على المسلسل ده. وهو مبدئيا كده يعني ايه مسلسل 3 حلقات بس ينزل منه اول حلقتين في اسبوع وتالت حلقه في الاسبوع اللي بعده؟ تحت الحزام، وهي اول حكايه من حكايات مسلسل حدث بالفعل. انا شايف المسلسل ده اتعمل بسرعه قوي عشان يلحق ترند سفاح الجيزه مش اكتر، لدرجه ان اتصدمت لما قالوا لي انه بيتحضر له من اكتر من 7 شهور. في مشاهد كتير تقديمها وكتابتها من اسوأ ما يمكن، وعلى طول في حرق في الاحداث، مفيش ولا عنصر غموض ولا اثاره ولا تشويق. اول قصه دي اعتقد ان غادة عبد الرازق هي احسنهم بعد خالد انور طبعا، رغم ان ادائها كان مأفور في مشاهد كتير، يعني نقدر نقول كده احسن الوحشين. اما سلمى ابو ضيف بقى، فانا الحقيقه كنت شايفها ممثله كويسه جدا، بس بعد هذا العمل الخرائي انا غيرت رايي. انا ما شفتش اي مشاعر خوف طول مرحله خطفها، على عكس ركين سعده مثلا اللي رياكشنات وشها لوحدها كانت كفايه. اول حكايه دي انا شايف انها من اسوأ الاعمال الدراميه السنه دي، وبالاخص نهايتها اللي غريبه جدا ومش مفهومه الحقيقه. واتمنى من كل قلبي ان باقي الحكايات ما تبقاش بهذا السوء، وان هم ما يكونوش ناويين يبيعوا مسلسل بس عشان الاسامي الكبيره